السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل رف الزينة ده بنفسنا بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة خالص بإذن الله. في البداية هنبدأ نجيب الخشب بتاعنا، نبدأ نجيب 3 قطع طول متر في عرض 7 سنتي، و7 قطع طول 55 سنتي في عرض 7 سنتي. طبعا تخنت الخشب كلها 2 سنتي أو 2 سنتي ونص. بنبدأ نجيب الخشب وزي ما انتم شايفين العرض 7 سنتي اهو. كمان 7 قطع طول 15 سنتي في العرض ال7 سنتي برضو في نفس التخانة 2 سنتي زي ما انتم شايفين. يبقى الخشب اللي احنا هنستخدمه 3 قطع طول متر، و7 قطع طول 55، و7 قطع طول 15 سنتي. التخانة طبعا قلنا عليها 15 سنتي تخانة الخشب كله. بنبدأ نجيب الخشب بتاعنا وبنبدأ نصنفره كده سواء بصاروخ أو بصنفرة عادي بإيديك كده، عشان خاطر تنضف الخشب وتبان الثمرة بتاعتك اهو. معاك مبرد تبرد بيه الخشب كده او تكسر السوكة بتاعته ماشي، او فارة لو فارة موجودة برضو ماشي. انا هبدأ اكسر السوك بتاعتي باللوترة. طبعا الخشب عشان ما ننساش الخشب، اول ما تجيبه كده توديه مكان يمسحه، عشان خاطر الخشب طبعا بيجي غشيم، فعشان الغشامة بتاعته تتحاش لازم توديه مكان كده تمسحه هناك في المكان. بدأنا كسرنا كل السوق، ودول ال7 قطع كسرنا السوكة بتاعتها فوق وتحت عشان خاطر تدي معانا الشكل ده. الخشبة دي أبلكاش. بدأت أظبطها كده على المجاز بتاعي، وأبدأ بمسمارين كده على نفس المجاز، عشان أنا كده أثقب مكانها وأركب مكانها كوايل، عشان خاطر أثبتها في الرف بتاعي. كده احنا ركبنا الكوائل كلها لل7 قطع زي ما انتم شايفين. تمام التمام. دلوقتي هنبدأ ندهن الشغل بتاعنا. انا جبت الدهان بتاعي ده دهان مائي. العلبة كده ب5 جنيه، والدهان بتاعها سهل جدا زي ما انتم شايفين كده، بقطعة سفنج عادي هتبدأ تدهن الشغل بتاعك. يعني بص مفيش ابسط من كده اهو. انا اخترت الالوان بتاعتي طبعا بني والاصفر والازرق واللون الاحمر كده ولون بنفسجي. فالالوان طبعا كل واحد وذوقه، على حسب ما تختاروا الالوان ممكن تدهنوا بيها الخشب اللي انتوا عايزين تدهنوا بيه، اللون اللي انتوا عايزين تدهنوه، اي لون يعني كده تدهن بيه، فده كله متاح ليك. وطبعا الالوان دي انا عملتها برضو في ترابيزه كده ونفس الخشب يعني قريب جوي لان انا بعمله ده. انا هسيب لك لينك الترابيزه ممكن تعملها برضو بنفسك، فانا هسيب لك لينك الفيديو في الوصف في كده لو حابب تبص عليه بص يعني. كبير انا مش هوصيك لو وصلت معايا للحته دي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وطبعا لو مش مشترك في القناه فانا اتشرف بيك تعمل اشتراك في القناه يا كبير. هو ده الخشب زي ما انتم شايفين الثمره بتاعته هو باينه حاجه بسم الله ما شاء الله اهو. وطبعا في حاجه تانية كده هنضيفها احنا بعد ما نجمع الشغل بتاعنا، اللي هو السيلر او الورنيش بتاعنا اللي هو يثبت اللون بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. فانت خليك معايا للاخر عشان خاطر مفيش حاجه تفوتك وتقدر تعمل الرف ده بنفسك باذن الله. دلوقتي وصلنا لمرحلة التجميع، هنبدأ نجمع الشغل بتاعنا. هنجيب ال7 قطع اللي احنا عملناهم في البداية اللي هم على طول 55، وهنبدأ كده على على وشهم كده نريحهم. وهنبدأ ان نجمعهم في بعضيهم. هنجمعهم بالقطع اللي هي الطول متر دي، هنبدأ نركبها من فوق، وناخد مقاساتنا مظبوط بين كل قطعة وقطعة، ونبدأ نشبكهم كده بالمسمار بتاعنا. طبعا انت ممكن تربط بمسمار سن صاج هيربط معاك ويمسك معاك الشغل تمام التمام. انا بشبك كده بالمسمار بتاعي وماسك معايا مفيش اي مشاكل. وممكن اربطهم بعدين بمسمار سن صاج عشان خاطر يبقى الشغل بتاعي متين وتمام التمام.
دول التلات قطع اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هم المتر. سمرنا واحدة على الطرف والتانية على الطرف التاني والتالتة ايه في النص. هنبدأ دلوقتي الأرفف بتاعتنا اللي احنا عملناها ايه، هنبدأ نثبتها بنفس الطبعة بتاعتنا اللي احنا ظبطناها. هنبدأ ايه ناخد بالشنيور برضو نسكب مكانها عشان خاطر ايه ننزل الكوايل اللي احنا عملناها دي مكانها بالظبط. قطعة الابلكيشن اللي احنا عملناها دي خدنا 2 سم و2 سم، وبدأنا سمرنا المسمار كده عشان خاطر ايه ينزل مكانه مكان اللي هي الايه الكوايل. الشنيور اللي راكب فيه البنطة 10 عشان خاطر الكوايل بتاعتنا 10. فأنا هبدأ ايه أسكب مكان الكوايل كده يبقى بنطة 10. بنغري الرف بتاعنا اهو بالغيرة وبنبدأ ايه نسجطه مكانه اهو. تمام. هنا الشغل بتاعنا اهو بنبدأ برضو نأكد عليه بالمسمار زيادة التأكيد. هي ماسكة بالكويل تمام التمام بس أنا بأكد عليها. ودي كده الورنيش بتاعنا أو السيلر. بنبدأ نثبت الألوان بتاعتنا اهو بفرشة عادي وبتبدأ تدي ايه وش سيلر. وكده ايه تمام التمام الرف بتاعنا اهو خلص وركبنا عليه الزينة اهو. واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.